العارف بالله ابو اليزيد البسطامي نائم ذات ليلة، فسمع في المنام بعد صلاة الفجر هاتفا ينادي عليه ويقول له: يا ابا اليزيد، ان الليلة هي عيد النصارى، فتوضأ واذهب اليهم في ديرهم وسوف تجد من حكمة الله عجبا. فتوضأ ابو اليزيد ودخل دير النصارى في مدينة البصرة، ولما قام ابوهم ليلقي الكلمة عليهم قال لهم: انا لا استطيع ان اتحدث وبيننا رجل محمدي دخل الدير علينا. فقالوا له: يا ابانا وما ادراك انه محمدي؟ فقال لهم: ان اصحاب محمد سيماهم في وجوههم من اثر السجود. فلما اشار الى ابي اليزيد وقال له: اخرج، قال ابو اليزيد: والله لا اخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. فقال ابوهم: سنوجه اليك اسئلة، ان اجبتنا عنها امنا بنبيك، وان عجزت عن سؤال واحد لن تخرج الا محمولا على اكتافنا قتيلا. فقال ابو اليزيد: سلماش. فقال البابا: ما هو الواحد الذي لا ثاني له؟ وما هما الاثنان اللذان لا ثالث له؟ وما هي الثلاثة التي لا رابع له؟ وما الاربعة التي لا خامس له؟ وما الخمسة التي لا سادس لها؟ وما الستة التي لا سابع لها؟ وما السبعة التي لا ثامن لها؟ وما الثمانية التي لا تاسع لها؟ وما التسعة التي لا عاشر لها؟ وما هي العشرة التي تقبل الزيادة؟ ومن هم ال11 اخا؟ وما هي المعجزة المكونة من 12 التي اخبر احد افرادها بانهم 13؟ وما هي ال14 شيئا التي كلمت الله؟ وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ وما هو القبر الذي مشى بصاحبه؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ وما هي الاشياء التي خلقت من غير اب ولا ام؟ ثم ما هي الذاريات ذروة، والحاملات وقرا، والجاريات يسرا، والمقسمات امرا؟ وما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا، في غصن 30 ورقة، في كل ورقة 5 ثمرات، 3 في الظل و2 في الشمس؟ اجب يا ابا اليزيد. وقام ابو اليزيد وقد القى الله برد السكينة في قلبه، فقال له: اما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله احد، واما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين. واما الثلاثة التي لا رابع لها فاعذار موسى عليه السلام للخضر رضي الله عنه: اذا ركب في السفينة غرقها، اذا لقي غلاما فقتله، اذا اتى اهل قرية استطعم اهلها، قال: هذا فراق بيني وبين. الاربعة التي لا خامس لها هي التوراة والزبور والانجيل والقرآن. الخمسة التي لا سادس لها 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الستة التي لا سابع لها: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام. قال له القسيس: فلماذا قال في اخر الآية وما مسنا من لغوب؟ فقال ابو اليزيد: لان اليهود قالوا ان الله خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم اصابه التعب فاستراح يوم السبت، فقال لهم الله: وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا حتى نستريح. اما السبعة التي لا ثامن لها: الذي خلق 7 سماوات طباقا. 8 التي لا تاسع لها: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. 9 التي لا عاشر لها هي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال له البابا: اذكرها. قال له: اليد والعصا والطمس والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ما العشرة التي تقبل الزيادة؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. من هم 11 أخا؟ إني رأيت 11 كوكبا إخوة يوسف. ما المعجزة المكونة من 12 شيئا؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ما هي الأسرة 13؟ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ف11 أخا وشمسا وقمرا أي أبا وأما، هؤلاء 13. ما 14 شيئا؟
التي كلمت الله. قال له السماوات السبع والأرضون السبع فقضاهن 7 سماوات في يومين. ثم قال الله للسماوات السبع والأراضين السبع ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما هو القبر الذي سار بصاحبه؟ حوت يونس فالتقمه الحوت وهو مليم. ما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ والصبح إذا تنفس. ما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ كيد النساء إن كيدكن عظيم. ما الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ صوت الحمار إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما الأشياء الذين خلقها الله من غير أب ولا أم؟ آدم عليه السلام والملائكة الكرام وكبش إسماعيل وناقة صالح. من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وقالوا لأبيهم أكله الذئب، ومع ذلك قال لهم يوسف يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من الذين سبقوا ودخلوا النار؟ قال له اقرأ قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال له ما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا في كل غصن 30 ورقة في كل ورقة 5 ثمرات؟ وقبل ان يجيب على هذا السؤال قال له اجيبك على الذاريات ذروا وهي الرياح والحاملات وقرا وهي السحب التي تحمل الامطار والجاريات يسرا وهي السفن التي تجري على سطح البحر المقسمات امرا وهم الملائكة الذين امرهم الله بتقسيم الارزاق والحسنات والسيئات وكتابتها. ما المعجزة المكونة من 12 شيئا؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ما هي الأسرة 13؟ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ف11 أخا وشمسا وقمرا أي أبا وأما هؤلاء 13. ما 14 شيئا التي كلمت الله؟ قال له السماوات السبع والأرضون السبع فقضاهن 7 سماوات في يومين. ثم قال الله للسماوات السبع والأراضين السبع ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما هو القبر الذي سار بصاحبه؟ حوت يونس فالتقمه الحوت وهو مليم. ما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ والصبح إذا تنفس. ما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ كيد النساء إن كيدكن عظيم. ما الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ صوت الحمار إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما الأشياء الذين خلقها الله من غير أب ولا أم؟ آدم عليه السلام والملائكة الكرام وكبش إسماعيل وناقة صالح. من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وقالوا لأبيهم أكله الذئب، ومع ذلك قال لهم يوسف يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من الذين سبقوا ودخلوا النار؟ قال له اقرأ قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال له ما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا في كل غصن 30 ورقة في كل ورقة 5 ثمرات؟ وقبل ان يجيب على هذا السؤال قال له اجيبك على الذاريات ذروا وهي الرياح والحاملات وقرا وهي السحب التي تحمل الامطار والجاريات يسرا وهي السفن التي تجري على سطح البحر المقسمات امرا وهم الملائكة الذين امرهم الله بتقسيم الارزاق والحسنات والسيئات وكتابتها. اما هذه الشجرة فهي السنة فيها 12 غصنا اي 12 شهرا في كل غصن 30 ورقة اي 30 يوما في كل ورقة 5 ثمرات اي 5 صلوات 3 في الظل المغرب والعشاء والفجر و2 في الشمس الظهر والعصر. ثم قال ابو اليزيد للبابا اني سائلك سؤالا واحدا فاجبني عليه. قال له سل يا ابا اليزيد. قال له ما هو مفتاح الجنة؟ فوقف البابا صامتا فقال الجالسون تسأله كل هذه الاسئلة فيجيبه
ويسألك سؤالا واحدا فتعجز عن الإجابة. فقال لهم والله إني أعلم الإجابة تمام العلم ولكني أخاف منكم. قالوا له قل ولا تخف ونحن وراك. فوقف البابا وقال مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال الجميع وراءه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقاموا على الدير فحولوه إلى مسجد يعبد فيه الواحد الديان